كان لربما يعني في المغرب الآن هذا الشعور تجاه إدارة الرجاء، وكان هناك شعور كان يقول يا ريت كانت إدارة الرجاء أبقت المدرب فاخر حتى يقود النادي في كأس العالم للأندية، وبعد ذلك بالإمكان تغيير مدرب لقيادة الفريق خاصة في تشامبيونز ليج الإفريقية وما ذلك من المنافسات المقبلة. ما رأيك؟ لا، قبل الجواب فأنا كنبغي نوضع بعض التوضيحات. فالفريق لم يستغني عن المدرب بسبب الهزيمة أمام الدفاع الحسني والجديدي، فكاين هناك عدة أسباب، ولكن الظرفية الحالية هي اللي خلات أن إعفاء المدرب فاخر من المهام ديالو تكون في هذا الوقت وفي هذه الظرفية بالذات. نرجع مع الكلام اللي قال السي بدر الدين. فالمشروع كان في سنتين، كان فيه تحقيق الألقاب وتحقيق الانجازات لفريق الرجاء البيضاوي. محمد فاخر كما هنالك فهو حقق اللي كان مطلوب عليه، ولكن كاين بعض الامور لان القرار كما يقول هو صادما، فهو ليس صادما لجميع الرجاويين وليس صادما للرجاويين، لان احنا في البيت الرجاوي كنعرفوا شنو هو البيت الرجاوي وكنعرفوا الجماهير ديالنا وانتظارات ديال الفريق ديالنا. اما الاعلاميين فكنظن بان قبل اشهر الكل كان يتكلم عن مغادرة محمد فاخر لفريق الرجاء البيضاوي، لذلك فالأمر ليس بهذه الطريقة أو بالصدمة التي يتكلم على السيد بدر الدين. فكل ما هنالك فأن الظروف المواتية اسمح لي الظروف المواتية باش نحضروا فريق لكأس العالم للأندية فهي ظروف كنشوفوا احنا سيد في محمد بقاء محمد فاخر ظروف غير ملائمة لتحضير فريق اللي غادي يشرف المغرب في كأس العالم للأندية. طيب سيد محمد، هل هذا يعني بأنكم كنتم تحضرون سيد محمد فاخر للإقالة أو الإبعاد عن الفريق في الفترة الأخيرة؟ يعني هل فاخر كان عنده علم بأنه قريبا سيتم التخلي عنه في إدارة الرجاء البيضاوي في تدريب الرجاء؟ لا، أنا باش نوضح أكثر، فأنا قبل ما نجي للبرنامج كانت عندي جلسة الآن مع محمد فاخر اللي كتربطني علاقة جيدة وعلاقة كبيرة. فالانفصال كان ودي والانفصال كان بالتراضي، والحمد لله محمد فاخر ابن فريق الرجاء وعطى شيء كثير للفريق. طيب يعني انقطاع في صوت من المصدر من مدينة الدار البيضاء. نعود إلى بدر الدين الإدريسي في الرباط. يعني كانت الأمور واضحة عند إدارة الرجاء، يعني أنا سألته إذا كانت هناك تهيئ نفسي للمدرب فاخر بإمكانية التخلي عنه في إدارة الفريق، وقال بأنه تم الانفصال بالتراضي وأنه فاخر خرج راضيا عن حاله مع فريق الرجاء في نهاية الأمر. زميلي يوسف، لابد أن نضع مجموعة من الاعتبارات ونحن نصنع قرارا بهذه الأهمية بهذه الاستراتيجية وأيضا بهذه الخطورة في هذا التوقيت بالذات. يمكن أن يكون هناك اعتبار النتائج السلبية، وهذا أمر صحيح لطالما أنه كلنا يعرف على أن الصديق الوفي للمدرب هي نتائج، ولكن أعتقد هذا الاعتبار ينتفي في علاقة محمد فاخر مع الرجاء. هناك اعتبار آخر هو اعتبار المشاكل المتراكمة التي يمكن أن تحدث في تدبير البيت الرجوي بين المدرب وبين اللاعبين وبين عموم الفعالية الرياضية. ولا أعتقد على أنه هذا الصدع النفسي أو هذا الصدع في العلاقات ما بين المدرب وما بين محيط الرجاء موجود. إذا يظل الاعتبار الثالث والاعتبار الذي أعتقد على أنه انبنى عليه قرار الانفصال عن محمد فاخر هو المؤدى الفني أو المؤدى التقني لفريق الرجاء. ولكن دعني زميلي يوسف أقول لك على أن نادي الرجاء البيضاوي منذ 1994-95 لما حقق مشروع الاندماج مع نادي الأولمبيك البيضاوي، هذه الفترة هي التي اعتبرت أنا في رأيي تاريخيا من أزهى فترات الرجاء التي اقترنت فيها النتائج مع الأداء الفني الرفيع. الفريق يفوز ب6 ألقاب للبطولة تواليا، والفريق يفوز مرتين بكأس العصبة الإفريقية، ويذهب مرة واحدة للمشاركة في أول نسخة لكأس العالم للأندية. أعتقد إذا كان هذا الاعتبار هو الموجود فعلى الرجاء أن تعطينا الاقتناع من أنها صنعت القرار الصحيح، وبأن ما سيأتي فيما بعد سيكون جيدا وفي صالح نادي الرجاء. طيب بدر الدين، سنعود لك كذلك السيد محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء البيضاوي بعد الفاصل على أن يكون السيد محمد فاخر. نرحب من جديد من الدار البيضاء برئيس فريق الرجاء البيضاوي سيد محمد بودريقة، وكذلك بدر الدين الإدريسي رئيس تحرير جريدة المنتخب المغربي. أهلا بكم من جديد معنا. إعفاء
فاخر مشاهدين من مهامه على رأس الإدارة الفنية للرجاء خلف ردود أفعال متباينة بين أوساط مشجعي الفريق الأخضر، نتابع عينة منها قبل أن نعود لمتابعة النقاش. أرى أن القرار اللي أخذه المكتب المسير فريق الرجاء قرار شجاع. لا ننسى ما قدمه ما يعرف بالجنرال محمد فاخر لفريق الرجاء، لكن الآن يجب على فاخر الرحيل نظرا لأن المستوى اللي ولا يقضي فريق الرجاء البيضاوي ما كيرقيش بالصوره ديال فريق الرجاء. حتى ملي كنشوف المقابلات الاخيره ديال الرجاء، وليس المقابلات الاخيره بل معظم مباريات الرجاء كيتبعها جمهور غفير، سواء في ملعب محمد الخامس او في ديبلاسمون ديال فصيله جمهور الرجاء. كنظن ان هذا هو المشكل بالنسبه لجميع الفرق المغربيه، انها كتاخذ قرارات غير صائبه. كان بامكان الفريق الرجاء البيضاوي يعطي مهله اخرى لمحمد فاخر باش يبين بانه هو مدرب وطني عنده قدرات اللي تاهلوا باش يبقى مع الرجاء البيضاوي ويوصلها للهدف المنشود، هل هو المشاركه متميزه في كاس العالم للانديه. نعود لسيد محمد بودريقة في الدار البيضاء. طيب سيد محمد، فلتفسر لنا أنه أعلنتم التخلي عن سيد محمد فاخر في الليل، والصباح اليوم الموالي تم الإعلان عن الاقتراب جدا من التعاقد مع السيد نبيل معلول. يعني هل هو من المعقول أن يتم التعاقد مع مدرب في ظرف أقل من 24 ساعة، من أنه كانت هناك اتصالات على مدى الفترة الماضية؟ لا، أود أن أرجع، بغيت نرجع للشهرين اللي قبل، لما كانت النتائج غير إيجابية. آنذاك المكتب المسير قرر على أنه يتكلم ويفكر في مرحلة لما بعد محمد فاخر. فآنذاك كانت اتصالات مع مدربين، وكنا تكلمنا بصراحه مع الاطار الوطني محمد فاخر، واللي عبر لنا انه ما غاديش يجدد العقد ديالو مع الفريق، ولا انه غادي يمشي من الفريق في جوان، على اساس اننا حنا عندنا عقد اننا غنشاركوا في عصبه الابطال الافريقيه وغادي نشاركوا في كاس العالم للانديه، وان العقد ديالو غادي يسالي في الموا ديال جوان، وعصبه الابطال كتمتد ان شاء الله الى ما بعد جوان. لذلك كان التفكير في مرحله الى ما بعد محمد فاخر. كانت اتصالات، كنظن بانها مساله عاديه اننا نكونوا في اتصالات مع مدربين اللي باش ندبروا المرحله ونكونوا مستعدين على اي مرحله اللي غنطيحوا فيها اليوم. لذلك كانت اتصالات من بين المدربين اللي كان تصميم هو نبيل معلول. بصراحه المدرب كان يتابع الفريق وكان باتصال مباشر، ولكن كنا حنا كنتكلم عن الظرفيه المناسبه والوقت المناسب والمكان المناسب. طيب سيد محمد في محمد فاخر من المهام ديالو. سيد محمد، في نشرة سابقة قلت لنا بأنه سيأتي للدار البيضاء للمغرب للتوقيع على عقد مع فريق الرجاء البيضاوي، هذا الأمر ما زال قائما وبالتالي سيلتحق رسميا بالفريق يوم الأربعاء المقبل؟ إن شاء الله سوف يلتحق بمدينة الدار البيضاء الأربعاء، وذلك للتوقيع في كشوفات النادي يوم الأربعاء إن شاء الله، والذهاب مع الفريق في كأس العالم للأندية. شكرا المهم جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. القرار اللي اتخذ. أنا أشكرك سيد محمد بودريقة، عذرا لأنه حجوزات الأقمار الاصطناعية تنتهي الآن. أشكرك جزيلا، وربما أخذ منك نقطة مهمة للغاية، وأنه بالفعل نبيل معلول هو المدرب الجديد لفريق الرجاء البيضاوي. نشكرك على مشاركتك معنا في برنامج الحدث.